أخطر شي تعرض له شخص عراقي بالصين بالفندق مع شخص صيني آكل للحوم البشر، واللي صار بهذا الشخص العراقي شي ما يصدق العقل وجدا بشع ودموي. هلا خالي، شوفوا لي الاناقه والستايل الجديد، وها خوف تقولون شلوني مدللكم هاي الايام. واخيرا وكان ندخل 700 الف مشترك، 700 الف اخ واخت. ده يلا شدوا حالكم وخلنا ندخل مليون وما بقى شيء، ويلا خلينا نبدي. بس ها مو كل ساعه اقول لكم يعني جيب اكلتك او مشروبك المفضل، استمتع بقصه اليوم الشقاقيه. ويلا نبدا بالقصه. تتكلم القصه عن شاب عراقي اسمه محمد عايش في بغداد، وبعد ما تخرج من كليه هندسه النفط قرر يقدم على منحه حكوميه للصين من اجل انه يكمل دراسات عليا بالصين، تحديدا لان كان محب ومتحمس انه يتعرف على الثقافه الصينيه اكثر، وكان يحلم يعيش في هذا البلد من زمان، لكن ما يدري شنو المصيبه اللي منتظرته بهاي الدوله العجيبه والغامضه. المهم تمت الموافقه على منحه محمد، وقام بحزم اغراض السفر، وكان جدا متحمس انه يتعرف على ثقافه هالبلد ويزوره. فسافر محمد الى الصين. يتكلم محمد ويقول: نزلت اول يوم من الطياره واني ما مصدق روحي، واخيرا تحقق حلمي بانه ازور وادرس في الصين. فاخذت باص ومباشره توجهت للجامعه اللي راح اداوم بيها. فرحت الها واخذت جوله بيها وتعرفت على الجامعه، وبعدين انطوني عنوان المكان اللي راح اروح بيه واسكن بيه. فبحثت بخرائط جوجل وشفته بعيد شويه عن الجامعه، فاخذت تاكسي ورحت الى مكان سكن الجديد او الفندق اللي راح اسكن بيه. نزلت من التاكسي وكان المكان حقيقه بعيدا عن المدينه اللي بيها الجامعه، وكان مكان تقريبا ريفي. كان امامي شارع، وهذا الشارع هو اللي بيه الفندق اللي المفروض اسكن بيه. فدخلت لهذا الشارع، والصراحه يا ريتني ما دخلت له، وجدا تغيرت نظرتي الى اول ما دخلت هذا الشارع. كان ببيوت قديمه جدا ومتهالكه، والارض متروسه اوساخ، ومياه الصرف الصحي منبثقه من المجاري وتارسه الشارع. وعلى جانبي باثناء ما جاي امشي شفت محل الاسماك، وبرا المحل موجود ميز وبي اسماك، ورجل جدا قذر وملابسه قذره ووجهه جدا قبيح جاي يقوم بسلخ الاسماك بايديه القذره، وظل ينظر لي بنظرات حاده وابدا مو مريحه، ووجهه جدا عبوس. تجنبت النظر له وكملت طريقي، وكان الطريق طيني وجدا لزج، والجو مغيم، وتمتزج رائحه الاوساخ برائحه المياه القذره، ورائحه الاسماك برائحه الطين، بتكون ريحه جدا مقززه. وشفت عده اشخاص بهذا الشارع جالسين امام باب بيوتهم ويتعاطون المخدرات، نساء ورجال، وايضا اعمال قذره ما اقدر اتكلم عنها. يعني بالمختصر كل شيء قذر وخارج القانون شفته بهذا الشارع. فكنت امشي وجدا متقزز، وبنفس الوقت خايف على نفسي من هاي الوحوش البشريه اللي تحيط بي. فالفندق اللي اسكن بيه صاير في نهايه الشارع، فمشيت بكل سرعه متخطي هذا القرف اللي يحيطني من كل جهه، وبكل سرعه وصلت الى الفندق. نظرت للفندق اللي وصلتني الى خريطه جوجل، شفته عباره عن بيت خشبي متكون من 3 طوابق، والباب مغلق. دقيت الباب واذا بالباب ينفتح من قبل شخص صيني. من شفت ملامحه صراحة ارتعبت. كان قصير القامة وضخم الجسم، ومبين رجل بالأربعين من عمره، وملامحه جدا حادة وبيها شيء من الخبث، ولون عيونه أسود قاتم ووجهه عبوس. فأخرجت إلى الكارت أو البطاقة الخاصة بالبعثة، فأشار إلي بأنه ألحق بي. فلحقت بي وصعدني إلى الطابق الثاني. وكان الفندق طبعا جدا قذر وقديم ومتهالك ومستحيل بشر يعيش بيه. المهم الرجل أشار إلى غرفة من غرف الفندق، ونظر لي وقال لي بالانجليزي have a nice trip، اي بمعنى اتمنى لك رحله سعيده. وقالها وهو ينظر لي بنظره غريبه وابتسامه غريبه، وكانما جاي يدل على شيء ثاني تماما. حسيت اكو لغز وشر وخبث وراء نظره عيونه وابتسامته. المهم دخلت للغرفه اللي اشار الها، ومن دخلت الها تفاجأت بوجود شخص موجود بالغرفه. نهض بسرعه وهو متفاجئ وكانما كان خايف من شيء، فقال لي بسرعه انت منو؟ فغلقت باب الغرفه وقلت له انا محمد، واجيت ببعثة دراسية. هدأ وقال انا مصطفى، وايضا جاي بنفس البعثة الدراسية من العراق، وقبل ساعتين من وصلت للفندق. لكن هل حسيت بشي غريب نفس اللي انا حسيته؟ فقلت له شفت كل الاشياء الغريبة هنا، ومستحيل نظل هنا بهذا المكان. فقررنا نتصل باللجنة المسؤولة عن البعثة. اتصلنا بيهم وطلبنا منهم بانه يغيرون المكان، لكن ردوا علينا وقالوا ظلوا بس هذا الاسبوع تحملوه، وراح ننقلكم بعدين لغير مكان. اغلقت الجهاز وانا مستاء جدا من هذا ردهم. قررنا انا ومصطفى نتحمل بس هذا الاسبوع وبعدين يشوفوا لنا مكان ثاني، لكن لو ندري باللي راح يصير
كان طلعنا من اول يوم وما تندمنا بقش على راسنا لان بقينا وسمعوا الرعب اللي راح يصير. بعد ما تناقشنا انا ومصطفى تاكدنا انه هذا مو فندق وانما بيت قديم ومسمينه فندق، لكن يسكنون به الطبقه السحيقه بالمجتمع واللي ما عندها ملجأ بسبب رخص سعره. المهم صار الوقت الظهر وندق باب غرفتنا، ففتحت الباب وشفت نفس الشخص صاحب الفندق وقدم لنا وجبه الغداء وبنفس نظراته الخبيثه. فاخذت الغداء من يديه وسديت الباب، خليت وجبه الغداء امام مصطفى وقعدت. وجبه الغداء عباره عن وعاءين بيهن مرق ولحم، وكان منظر هاي اللحوم غريب شويه، وصراحه انا ما اكل الا لحوم حلال، واكيد هذا اللحم ما مذبوح على الطريقه الاسلاميه، وبسبب منظر اللحم الغريب ولان مو حلال قررت ما اكل. اما مصطفى قال انا جدا جائع وقام باكل اللحوم، لكن مصطفى من اكل اول قطعه من اللحم ظل ينظر بحيره وتساءل وهو يمضغ قطعه اللحم. فمن بلع اللقمه قال لي مصطفى صدق يا محمد لاول مره اذوق لحم يختلف عن باقي اللحوم. قلت له شلون يعني؟ قال لي صدق يا محمد هذا اللحم لذيذ لكن طعمه غريب وبي لذة خاصة ما اعرف اوصفها. فقلت له بمزح طبعا اكيد هاي لان اللحم مو حلال، قول عليه لذيذ. فضحكنا وهو كمل اكله. فبعدها ردت اروح للحمام حتى اسبح، ولان اكو حمام واحد بهذا الفندق او البيت فاضطريت اطلع من الغرفة وانزل لي جوا. فمن نزلت شفت ماكو احد موجود بالفندق، فدخلت للحمام وسديت الباب. كان الحمام جدا مقزز، فنظرت لارضية الحمام وشفت تقع دماء جديدة موجودة على الارض، فاستغربت من هالشي وغضيت النظر عن الدم. سبحت وكملت، وورا مدة سمعت صوت اشخاص دخلوا للفندق وجاي يتكلمون بصوت عالي ويصيحون وكلامهم ما مفهوم. وسمعت صوت شي خلوه على الارض واصدر صوت عالي، صوت مثل صوت شخص يسقط على الارض. فخلصت بسرعة من السبح وطلعت من الحمام، وبهالاثناء شفت صاحب الفندق فنظر لي بنظرة فزع وتوتر، صيح علي بالانجليزي وقال او بمعنى اصعد لغرفتك بسرعة وما اريد اشوفك هنا. فباثناء ما اني اريد اصعد نظرت اليساري وشفت اشخاص اثنين يقومون بسحل كيس كبير اسود كانما كيس طحين وبداخله شي ما عرفته، شي غامض وحسسني بالقلق فور ما نظرت لهذا الكيس. والغريب والغامض بالموضوع شفت سائل احمر ملطخ ارضية الفندق من هذا الكيس. وشنو هذا الكيس اللي جاي يجرونه؟ والسائل الاحمر اللي مبين دم جاي يسيل من هذا الكيس. المهم بنفس اليوم اضطريت اكل من الاكل اللي جابه وياي بجنطة السفر. صار الليل وردت انزل للحمام حتى اقضي حاجتي. من نزلت لاحظت شي غريب، لاحظت تجمع حيوانات برية غير طبيعي حول الفندق بكثرة، وشفت بعض الكلاب تقوم بالاكل من النفايات اللي برا الفندق. وشفت شي جدا لفت نظري، شفت كلب اخرج عظم جدا كبير من النفايات، كبير بشكل مو طبيعي، وقام باكله. صاحب الفندق شفته ما موجود، فنظرت للباب اللي ادخلوا بيه الكيس الكبير الظهر واللي صاير امام باب الحمام. اثارني الفضول وقررت اتقرب شوية من هذا الباب. تقربت من الباب سمعت صوت صراحة ارعبني وقلقني، سمعت صوت ضربات قوية، وايضا سمعت صوت منشار كهربائي جاي يقطع بشي صوته جدا عالي. فباثناء ما جاي اسمع سويت حركة جدا غبية. طبعا ثارني الفضول اكثر وقلت خلي افتح الباب ببطء واختلس النظر واشوف شنو جاي يصير جوا. فخليت ايدي ببطء على يدة الباب وقمت بتدوير اليد، لكن اكتشفت الباب مخفول. لكن الصدمة من رجعت يدة الباب اصدرت صوت جدا عالي. بهالاثناء سمعت صوت المنشار الكهربائي توقف وصوت الضرب توقف ايضا. وهنا عرفت اللي بداخل هاي الغرفة سمعوا صوت الباب اللي انا اصدرته. مباشرة توجهت للحمام ودخلت اليه بسرعة وقمت بغلق الباب. فكان الباب بفتحة صغيرة، فمديت راسي وظليت انظر من هاي فتحة الباب مال الحمام. شفت انفتح الباب اللي كان يصدر من وراء الصوت، وشفت اثنين طلعوا من هذا الباب، صاحب الفندق واحد العمال اللي وياه. لكن الصدمة شفتهم لابسين مئزر اللي هو ثوب يلبس على الرقبة ويغطي القسم الاسفل من الجسم، وكان هذا الثوب مليء بالدماء وايديهم ايضا ملطخة بالدماء. فتفاجأت من هذا الشيء وشفت صاحب الفندق ماسك بايده آلة حادة مليئة بالدم. فانا هنا جسمي كله ارتجف وشعر جسمي وقف من المنظر. ظلوا ينظرون يمين ويسار وبعدين رجعوا ودخلوا لهذا الباب وقاموا بقفله. واني هنا ارتاحت وامنت انهم ما دخلوا وبعد ما يطلعون. فتحت باب الحمام وطلعت منه، فقلت خلي اطلع واوقف برا باب الفندق حتى اتنفس هواء نقي شويه. طلعت واني كل خوف وتفكير وبعدني ما مستوعب
بالمنظر اللي شفته قبل شوية، وحسيت انه انا ومصطفى ابدا ما المفروض نتواجد هنا، وابدا هذا المكان مو امن. فبين ما كنت سارح بافكاري والكلاب جاي اشوفها تتجول بكثرة امام الفندق، فجأة سمعت صوت الباب المخفول اللي كان يصدر منه الاصوات الغريبة قبل. سمعت انفتح، فبسرعة وخرت جانبا من يم الفندق وختلت وراء سيارة مركونة امام الفندق، واختلست النظر وظليت انظر من جانب السيارة للفندق. شفت شخص قادم من جوا الفندق وطلع منه، واذا بي احد عمال الفندق. شفته طلع من الفندق شايل بايده صندوق لايلون كبير، وقام برمي اللي بداخل الصندوق بالنفايات اللي تاكل منهن الكلاب، واخذ الصندوق ودخل ورجع للفندق. وشفت الكلاب بسرعة توجهت للنفايات وظلت تاكل منها، لكن ما شفت بالضبط شنو اللي قام برميه بالنفايات. فشفت احد الكلاب قام باخذ شيء معين بفمه من النفايات، وتقرب من السيارة اللي اني خاتل وراها. فتقربت من هذا الكلب ببطء وشفته جاي ياكل بهذا الشيء اللي اخذه من النفايات، لكن ما شفت هذا الشيء بسبب الظلام. فشغلت فلاش موبايلي ووجهته على هذا الشيء اللي جاي ياكل منه الكلب، والصدمة شفت الكلب جاي ياكل بفروة رأس بشرية، فروة رأس مخصوصة من رأس بشري، والكلب جاي ياكل باللحم اللي موجود بهاي الفروة. فجحظت عيوني وقلبي راد ينفجر من الصدمة، وصرخت صرخة مكتومة من الصدمة. فلعبت نفسي من المنظر وانهاريت، وتوجهت بسرعة إلى حمام الفندق وقفلت الباب، وتقيأت بالحمام من وراء هذا المنظر المقزز. معقولة اللي شفته؟ ومعقولة توقعي كان بمكانه؟ لا، مستحيل اللي جاي يصير بهذا الفندق الملعون. خليكم بالقصة وراح تعرفون شنو اللي جاي يصير هنا بالنهاية الصادمة. قررت لازم وجدا ضروري اعرف شنو جاي يصير بداخل ووراء هذا الباب المخفول. ظليت منتظر بالحمام وساد الباب، وانظر للباب الامام المخفول من الفتحة الصغيرة، ومنتظر يخلصون ويطلعون من الباب حتى اقدر ادخل اذا صارت لي الفرصة. المهم انتظرت وانتظرت الى ان صارت الساعة 4 بالليل. شفت الباب انفتح واخيرا وطلعوا من العامل وصاحب الفندق. طبعا العامل طلع وراح من الفندق، وصاحب الفندق قام بقفل الباب وقام باخفاء المفتاح تحت الزولية او الفرشة اللي امام الباب، وبعدين راح ودخل بغرفة ثانية وسد الباب. واخيرا غادروا هذا المكان، وراح ابقى بوحدي واكتشف ما وراء هذا الباب الغامض وافعالهم الخفية والمجهولة. فتحت باب الحمام ببطء وحذر، وتقدمت بحذر باتجاه هذا الباب المقفول، وقمت باخراج المفتاح من المكان اللي اخفاه بي صاحب الفندق تحت الزولية. اخذت المفتاح خليته بالباب، واخيرا فتحت الباب. واول ما فتحته اجتني منه رائحة جدا زفرة ورائحة دماء جدا مقززة. دخلت لهذا المكان الغامض، لكن ورا دخولي إله صدمت بوجود مطبخ مخفي وسر صغير ومليء بأدوات غريبة، ساطور كبير ومنشار كهربائي مليء بالدماء وبي أجزاء لحم صغيرة. وشفت قدور وتجهيزات أبدا مو مألوفة لتجهيز الطعام، وكل شيء حرفيا غريب بهذا المكان. شفت على يميني دفتر صغير، فأخذته وقمت بفتحه، ويا ريتني ما فتحته. وإذا بي أنصدم بوجود صور تعليمية كيفية فصل وقص الأعضاء البشرية، وكيفية تقطيع جسم الإنسان بدقة بالمنشار الكهربائي. وشفت بي صور بشعة جدا للحوم البشرية، وأجزاء بشرية معلقة كأنما لحوم بقر، ورؤوس وأفخاذ وإيدين. فمن الصدمة والرجفة سقط الكتاب من ايديه، وحرفيا هذا الكتاب هسكياني من الرعب والوحشية اللي موجودة بيه. فنظرت للمكان مرة ثانية، وشفت امامي على بعد مترين حوض كبير وبيه سائل غريب. تقربت من هذا الحوض وشفت الشيء اللي صدمني بحياتي كلها وخلاني ارتعش بالكامل. شفت بالحوض يطفو هذا السائل الغريب رأس بشري، وعيونه طالعة لي برا، ومصلوخ فروة الرأس. وشفت جسد بشري يطفو فوق من دون عظام وافخاذ وايدين، وكل اجزاء الجسد البشري مقطعه ومفصوله منها العظام. ونظرت للميز اللي بجانبي، شفت قدر تحضير طعام وبداخله لحوم مقطعه. وهنا عرفت اللحم اللي قدموه ان الظهر على وجبه الغداء اللي اكل من عنده مصطفى هو عباره عن لحم بشري.
وهنا اني ما اعرف ايش صار بيه، احس روحي طلعت من جسدي. وعرفت ذول اللي ساكنين هنا يجيبون جثث البشر اللي يموتون بحوادث او سكتات قلبية او اي موتة لعينة كانت، يقومون بشراء جثثهم بثمن رخيص ويقومون باكل هاي الجثث. فاني هنا مباشرة طلعت من هذا المكان وسديت الباب وبسرعة توجهت للغرفة مالتي وفتحت الباب وقعدت مصطفى من النوم وقلت له من دون ما تسألنا عن اي شيء احزم اغراضك وخلي نغادر هذا المكان اللعين. وبكل سرعة حزمنا اغراضنا وطلعنا من هذا الفندق المشؤوم ورحنا وسكننا بغير مكان امن وقريب عن الجامعة، وقلنا المسؤولين لجنة البعثة بكل اللي صار وقدرنا نتخطى هذا الشيء. لكن اني لحد الان ما جاي اقدر اتخطى هذا الشيء ابدا، ومحفور بذاكرتي كل اللي شفته. وبعد ما بحثت بالانترنت وشفت فعلا اكل بعض من المجاميع الصينية ياكلون لحوم البشر، وهذا الشيء من ألعن الاشياء اللي ممكن يوصلها البشر. شلون ممكن تدنى نفس الانسان على لحم اخو الانسان؟ شيء عجيب وما يصدق العقل صراحة. ما عسانا الا نقول الحمد لله على نعمة الاسلام. ولهنا تكون انتهت القصة. اوكي خالي، لهنا وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى يا رب عجبتكم ونالت رضاكم. حساب مال انستغرام جوا تلقونه بالوصف، روحوا هناك وتابعونا خالي، ونشوفكم ان شاء الله بالحلقات الجاية. I love you يا عمري، مع السلامة. Dapat mengtantuin wala nang ibang di